مستعدين للضحك والدهشة؟ الكاميرات المخفية وأجهزة المراقبة هتورينا كنز من اللحظات العجيبة والمجنونة اللي هتوريك الحياة بشكلها الحقيقي والغير متوقع. جاهزين نشوف الكاميرات صورت ايه؟ يلا بينا. يا عمود يا فقري. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك ودعمني بلايك. ازاي سواق الشاحنة دي ما خدش باله من هليكوبتر بالحجم ده في عز الظهر؟ ده بقى مستوى تاني من مصطلح ما خدتش بالي. انا عايزك تحط نفسك مكان صاحب العربية دي وتيجي تركبها، هتلاقي حد غزها لك في كلوتها بالشكل ده، هتعمل ايه؟ جه يعمل مقلب في مراته عمله في التلفزيون. العربية دي بورش وقديمة كمان، يعني من أغلى العربيات، ويعيني على الحلو لما اتبهدلوا الأيام. ده أنا جالي إحساس إن عايز أوقف الفيديو وأعيط. إيه البطيخ تمام؟ الحشيش تمام؟ تمام. حاجه عايله قوي يا معلم. ده مش أفضل مكان تكون فيه وقت الزلزال. على فكرة الكلاب دي متفقة عليك. kind of the leadership that I'm doing. Holding. حد خد باله من نوع التليفون؟ عشان ما فكرش اشتريه في يوم من الايام. لما تكون بتحب الاكشن بس الاكشن ما بيحبكش. تحس انه عامل شفرة الموت في لعبة GTA. بالرغم انه سحب وراه عمارة كاملة الا انه يحسسك انه سايق توك توك. ده مش بيلعب في الملاهي، ده داخل فيلم رعب بالبث المباشر. الراجل ده عامل حياته على وضع الطيران. البركان ده شكله زهق من اللون الأحمر وقرر يعمل ستايل جديد باللون الأزرق. ألعاب نارية بالنهار، ومش بس كده، ده تحس انهم بيرسموا لوحة بألوان نارية تحفة. Bem, o bagulho parou, bem. Olha. المية المالحة داخلة على المية العذبة، لا بيختلطوا ولا بيتخانقوا. المهم ان شكلهم جامد الصراحة. تخيل تركن عربيتك
وأول ما تطلع تلاقيها بالشكل ده. وبرضه قول لنا هتعمل ايه لو لقيت عربيتك في الموقف ده. فعلا الدنيا مليانة أبطال خارقين. تحس ان العربية دي بتلعب سباق الموت مع القطر، لا وكسبته بجزء من الثانية. بصراحة هي ملهاش حل إلا بالشكل ده. بالصدفة البحتة الشاب حط الكاميرا قدام الشباك عشان يصور لحظة نسبة حدوثها مستحيلة. الحمد لله ان البرق ضرب الشجرة ما ضربش البيت. ده ازاي ده بقى؟ انا لو مكان الراجل اللي بيصور كنت هعتقد اعتقاد كلي ان انا مش على كوكب الارض. الجانب المأساوي لأي طيار هو الطقس السيء. ويا سلام لو في برق دخل في الموضوع، بيبقى أشد من المأساوي بمراحل. آخر حاجة كنت أتوقعها إن دب بالحجم ده يطلع على الشجرة بالسرعة دي. عندك شك إنها ما جاتش معاك صدفة مثلا ولا إيه؟ الكل خايف من الفار حتى القطة، والله وانا كمان يا قطة خايف منه. That's holy shit. Oh my god, there's so many of them. Oh, there it is. No. قال وانا اللي مستغرب من حجم الصغيرين. النهارده بس عرفت ان توم وجيري ما كانوش من وحي خيال المؤلف. كده العامل هيطلب راتب إضافي عشان يقطع الشجرة الجديدة. Hey, I think that might be right where the septic line goes. بدل ما يهدي ويفكر في حل المشكلة، قرر سواق الشاحنة إنه يدوس بنزين ويكمل على طول. حرفيا الموتوسيكل مش نافع نفسه تاني. توقيت مثالي لدرجة إن محدش كان متوقع كده خالص. سباق سرعة بين الطفل وعربية المية، يا ترى مين اللي هيكسب؟ Yes. لو شفت منظر زي ده على الطريق، أحسن لك تلف وترجع وتاخد اليوم ده أجازة. العملاق ده قرر ياخدها مشي على الأرض، ودي كانت النهاية.
المتظاهرين دول قرروا يعملوا حركة مجنونة عشان يوقفوا الطريق، بس النهاية ما كانتش حلوة خالص. المنظر ده عمرك ما هتشوفه غير في سلطنة عمان. عاصفة ترابية ضربت طريق القاهرة السويس وخلت السواقة شبه مستحيلة. اللي عدى في اليوم ده بسلام أكيد يستاهل ميدالية. أول مرة أشوف عربية عندها زغطة. الناس دي بتجري بالشكل ده ليه؟ أكيد لازم يكون فيل هو اللي هيخليهم يجروا كده. الراجل مش مقتنع إنه ماشي عكس الطريق، بس العدالة لازم تاخد مجراها. بيقولوا إن لسه واقف لحد دلوقتي مستني الوصل. انت مش بس حرامي غبي، انت اكيد كمان اهبل. يعني ما بتعرفش تسوق وعايز تسرق عربية؟ الموقف ده يعلمنا ان الكاميرات والزمن مش هيسيبوا حاجة تعدي. يا ريتك ما عدلته يا اخي. ده سوبرمان قبل ما يكتشف القوة اللي عنده. بصراحة دي أكتر وقعة كوميدية شفتها في حياتي. Let's dance. مش عارف ايه اللي كان هيحصل له لو صحابه ما كانوش حواليه. Hey, what happened? فكرة انها تشيل 15 بيتزاية لوحدها فكرة مستحيلة والنتيجة كارثية. لما تتفاجئ بصوت تنظيف الإزاز هتتحول حياتك لفيلم رعب صغير. يعني لو مفيش كاميرا مراقبة دلوقتي كانوا افتكروا انه في عفريت في المكان. المنظر مرعب بجد، بس الحمد لله مفيش حد في المبنى في الوقت ده. أنا بحسد الناس اللي كانت هناك في الوقت ده.
بصراحة أنا كمان هستغرب برضو. هي دي الطريقة اللي بيتم بيها إطلاق السفن في البحر لأول مرة. لما عربية تتحك وهي واقفة آخرها شوية دوك وتتظبط، لكن لما تكون الحكة من قطر فأكيد هتحتاج عربية تانية. هي العربيات دي ملهاش أهل يسألوا عليها ولا إيه؟ أفهم بس الناس دي عقلها فين وهي ماشية بعجل على طريق زي ده؟ ده الشلال الوحيد في العالم اللي بدل ما المية تنزل لتحت بتطلع لفوق. وده بيكون بسبب شدة الرياح اللي بتخلي المية تطير في الجو. وقت غروب الشمس التلج اللي في الهواء بيبقى كأنه نار قايدة. في فيديو النهاردة بيتعاملوا مع الركنات الغلط بطريقة عنيفة جدا، مش فاهم ليه، أكيد في سبب. ادي جازات اللي يجيب عربية لمراته. الراجل قطع الخلف حرفيا. Hey, what happened? على كده بقى البيضة بتاعتها قد ايه؟ هي التماسيح دي ملهاش اهل يسألوا عليها ولا ايه يا جدعان؟ كان ممكن تكون دي المحطة الأخيرة في حياة البنت دي، سبحان من خلاها تقف ثانية واحدة. ده يوم شتوي عادي في دولة كندا، والحمد لله الست بعدت في الوقت المناسب. العربية اللي جاية دي تبدو كأنها بتجري من موجة تسونامي، لكن في الواقع ده ضباب بيتدفق من الجبال البعيدة. ده مش مشهد من لعبة GTA، لكنه مجرد يوم عادي في الحياة الواقعية. ناقص بس الواحد يشوف طيارة واقفة قدامه في إشارة المرور. بوم بوم. القباطنة المحترفين يقدروا يلفوا السفن الضخمة حتى لو من أضيق المساحات. ايه يا جدع انت ده انت لو ماسك مسدس بيطلع مية نار مش هيعمل اللي بيحصل ده.
لو حد عنده طريقة للخروج ياريت يتفضل. مين صاحب الحظ السيء اللي تليفونه وقع في البحيرة؟ ده ايفون، يلا يخرب بيتك. الواحد ممكن يشتري قميص او تيشيرت ويطلع ضيق عليه، انما عربية مش عارف الراجل هيرضى يرجعها ولا ايه. اهي دي بقى اول عربية بتتحدى الاعاقة. دي اخرة اللي يقرر يمشي على الجي بي اس. تصدق طلعنا ظالمين الجي بي اس؟ الناس في الهند متعودين على التماسيح اللي بتظهر وقت الفيضانات، بيقدروا يشيلوها من المناطق السكنية بكل هدوء. بس لو حصل معاك كده يبقى لازم تسيبها لحد خبير وما تجربش تعمل بطل. هنا مفيش حدود بين حركة المرور على الطريق وحركة المرور في الجو. أنا حاسس بالهزات من ورا الشاشة. بنشوف هنا هروب ملحمي كأنهم في لعبة بقاء، والسواقين ماشيين وسط زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر في تايوان. النهاردة حظ الراجل ده اتضرب في 2، قدر يهرب من المنافس بتاعه وفي نفس الوقت قدر يتفادى الشجرة اللي وقعت. السواق ده أظهر شوية وعي لما قدر يعوض الضرر اللي حصل بسبب حمولته. الانتقام جه فوري. أنا عدتها 3 مرات عشان أفهم حصلت إزاي. شوارع سان مالو في فرنسا غمرتها المية خلال المد العالي الغير المعتاد. خلي بالك من التوقعات الجوية وعدل خططك عشان تكون في أمان. ودلوقتي جه الوقت اللي لازم يطلعوا فيه ترخيص عربياتهم الغريبة دي. هو شكل الإزاز مغري بس مش للدرجة دي يعني. Hello, cutie pie. أنا كان نفسي أعرف بس مين اللي كان هيلبسها مكانك. عبقرية الاختراعات ظهرت دلوقتي مع الرشاشات المتحركة دي اللي بتقدر تطرد الحرامية بطريقة غير متوقعة. الدب شكله كان نفسه في لفة مش أكتر.
الغسالة جننت الراجل حرفيا. هي دي الصدمة الحقيقية. بتاع الإسعاف حاول يسرق فلوس من بيت ست كبيرة، بس الكاميرا غيرت رأيه في النهاية. تحس إن العدالة كانت مستنية على الخط. شكله أول مرة يروح المطار. ولا يهمك يا صاحبي، كلنا كنا زيك كده في الأول. الجماعة دول بيعرفونا على تعريف الغباء، وهو تكرار نفس الشيء أكتر من مرة بنفس الطريقة مع انتظار نتائج مختلفة. الحمد لله إن في كاميرا مراقبة عشان نعرف مين الجاني الحقيقي. للشوي أصول، وانت بصراحة عديت كل الأصول. محطة البنزين عاملة بونص $5 للي يعرف يرقص، وبصراحة الفكرة مالت المكان بهجة وفرحة مش طبيعية. الحفرة دي مسمينها باب الجحيم، وولعة كده من سنة 1971. ويندي. أول مرة أشوف نار طالعة من تحت المية، والسبب كان انفجار في منصة نفط في خليج المكسيك. مش قلتلكم من شوية بيتعاملوا مع اللي راكن غلط بعنف حبتين؟ طب انت ايه رأيك؟ اللي عمله السواق ده حظ ولا شطارة؟ الراجل ده عمل مصيبتين، نام وهو في الشغل، وكمان نام وهو سايق، وادي النتيجة. ده شكل الحيتان وهي نايمة، بصراحة شكلهم تحفة. This is where the Niagara Falls actually originate and the water starts falling down here. ده لو العربية دي بفلوس حرام مش هيحصل فيها كده. ده بقى اللي نقول عليه يستاهل اللي جراله فعلا. ولا ده كمان مش عارف الناس جرالهم النهارده. منظر السحب من هنا جميل آخر حاجة. ده شكل الألعاب النارية في الدول المتقدمة. جايين على العربيات بالقوي قوي النهارده. العمال اتفاجئوا أول لما شافوا صاعقة برق بتضرب قريب منهم. الفولت بتاعها ممكن يوصل ل 126 مليون فولت، لكن لحسن الحظ مفيش أي ضرر حصل. دلوقتي بس فهمت ليه الطرق في أمريكا الشمالية دايما فيها يفط عن الغزلان.
الحرامية وصلوا ليفل الوحش في السرقة. انت محتاج معجزة عشان تثبت ان الحيطة هي السبب. Hey, what happened? بعد أيام من الاختفاء، الموتوسيكل قدر أخيرا يرجع البيت. مش معنى انك شغلت الإشارة يبقى ليك الحق تقطع الطريق. يلا أهو خد جزاؤه. هي فكرة جامدة عشان تكون الصورة جامدة، بس يا ريتها كانت فكرة مش أكتر. أنا مش عارف ليه حسيت إني سمعت صوت تنهيدة السواق. في الجو ده لو مراية العربية بس هي اللي اتكسرت فده يعتبر حظ رهيب للسواق. مش لاقي حد يساعدها ويناولها الشنطة، بس الهوا كان ليه رأي تاني. Hey, where's my cats? What are you doing here? Yeah, boy. الراجل ده كان بيقول أخيرا هقدر ارتاح لوحدي شوية. أعتقد إن الدب كان بيفكر في نفس الأمر. مش هتفهم الفيديو ده غير من تاني مرة. I'm literally stuck up. أنا لو مكان الراجل اللي راكب القارب ما كانش زماني عملت حلقة النهاردة. مش عارف ايه اللي ممكن يكون حصل في العربية. لكن اعتقد الكاوتش ده مش محتاج العربية في حاجة. 2 من الصيادين حبوا يطلعوا لرحلة صيد، لكن انتهى بيهم الأمر وسط البحر ومتحوطين بعدد كبير جدا من أسماك القرش. أنا أعرف إن التاتش بالإيد، أول مرة أعرف إنه بالمنقار. لو أنت معتقد إنك آمن ورا سور مصنوع من الحديد يبقى أنت غلطان، عشان التمساح ده بيعلمنا درس إن إحنا ما نثقش في حد أبداً. ده أسعد يوم في حياة سواق الموتوسيكل، وأسوأ يوم في حياة النمر اللي مش لاقي حاجة ياكلها.
هي الناس دي ما عندهاش قلب ولا ايه؟ الحرامي قرر يستخدم 100% من عقله، والنتيجة مفيش أسوأ من كده. Hey, what happened? أظن مفيش أسوأ من كده. لا ده طلع فيه أنيل. خدت الشر وراحت، ربنا يعوض عليك. أنا مش قادر أحدد، هو بيجري عشان يلحقهم ولا بيهرب من المكان بعد ما عمل المصيبة؟ صاحب المحل ده راجل عبقري، عمل فخ للصوص، الأبواب بتفتح من اتجاه واحد بس، والنتيجة لو دخلت عمرك ما هتطلع إلا لو الشرطة هي اللي طلعتك. لما تقرر تخرب ممتلكات الغير، الانتقام بيكون فوري. البطل ده كان عنده ردة فعل خارقة ووقف العربية في آخر لحظة. ده بطل النهاردة بدون منازع. الراجل ده ما كانش متوقع يكون الترحيب بيه بالشكل ده أبداً. وفي لحظة مليانة مشاعر، الشاب ده أخيراً بيشتري بلاي ستيشن 5 اللي كان نفسه فيه، لكن البايع قرر يشاركه فرحته. الحرامية دول فاجرين آخر حاجة، سرقوا لودر عشان يسرقوا مكنة ATM. انتوا ما كانش لكوا خروج النهارده اصلا. انا من رايي تكملي عليها احسن. تقريبا صاحب العربية دي أمه ده عياله. أهم حاجة في الشغل إنك تكون مأمن نفسك كويس، وصاحبك الجدع هو اللي هيشيلك حرفيا. سمكة دي ولا زرادية؟ سبحان الله، ده اللي هقدر أقوله على المنظر ده. الحمد لله جت سليمة. أنا قعدت أفكر كتير، ليه الناس دي بتمشي في أماكن بالرعب ده؟ وما لقيتش إجابة. لو عندك انت يا ريت تقولي عليها في التعليقات.
الراجل ده شاف الموت بعينيه. العربية دي مش بس بتقدر ترجع لورا، دي بتكسر كل قواعد المنطق في عالم العربيات. تصميم فريد بيخلي الجميع في حالة من الدهشة والذهول. ده ايه ده بقى؟ سلالة جديدة مكان الكلاب ده ولا ايه؟ دي مش خدعة بصرية ولا مشهد من فيلم، دي لحظة حقيقية تم تصويرها بالكاميرات. Yeah, that's a good thing. I got the med kit. تفتكروا كام سنجاب موجود في الإطار؟ اكتب لي عددهم في التعليقات. لو انت في البحر وشفت المنظر ده حاول تبعد عنه بأقصى سرعة، ولو انت راكب قارب اوعى تنزل المية. على ما يبدو ان قوانين الفيزياء بتنطبق على الجميع إلا المعزة دي. بعد ما تخلص طبخ ولقيت دب واقف جنبك اعرف انك طباخ شاطر والريحة هي اللي جابته. سيبك انت، اهم حاجة المرايات. سبحان الله، كأن البرق بادئ من أعلى نقطة في البرج. أحيانا التلج بيعمل أشكال في منتهى الجمال. Oh, no way. Oh my God! الناس دي أكيد شاربة حاجة. في بعض الأوقات بنقف في الطريق عشان القطر يعدي. He got the electric scooter connected. صدقوني في الحالتين قطر. And the damn thing. حاجة من اتنين ملهمش تالت، يا الشجر بيتحرك يا جودزيلا هتفاجئنا دلوقتي. دي عملية استبدال فاشلة بين السمك والكتاكيت. تخيل تبقى ماشي على الطريق والأرض تنشق من تحتك. منظر مرعب جدا، يا رب ما يتحقق. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير.